مناخيرك هتفضحك. اختبار شخصية هيكشف الأسرار الرومانسية من شكل المناخير. شخصية الأنف الكبيرة، لو عندك أنف كبيرة مع فتحات كمان أنف كبيرة وطرف مستدير سمين، فده بيكشف انك انت شخص عملي وعندك مستويات ذكاء عالية جدا، ميال انك انت تكون مستقل وفي بعض الأوقات تكون مغرور. بتحب يكون ليك رأيك الخاص وصوتك من نفسك في كل شيء، مش بتحب تعتمد على الآخرين، علشان كده ميال انك تشتغل على طريقك الخاص علشان خاطر تحقق أهدافك. بتلاقي أصلا صعوبة انك انت تقبل المساعدة من أي حد. تحب انك انت يكون ليك إحساس بالسلطة والسيطرة على الأمور، لن تتراجع بسهولة أبدا لمجرد ان شخص ما قالك اعمل الحاجة دي. حتى لو وافقت على وجهة نظر او طريقة تانية اعمل بيها الاشياء، فده بيبان عليك جدا. انت بتحب الامور تمشي زي ما انت مخطط ليها. بتحب تكون سيد نفسك وطائر حر علشان تعرف تستمتع بالحياة بشروطك الخاصة. انت مش معجب ابدا بالروتين او الحياة المملة. بتحب تعمل اشياء جديدة وتكتشف تحديات جديدة، لان انت شايف انك انت لما تتعلم حاجة جديدة ده هيساعدك انك تحسن جودة حياتك سواء المهنية او الشخصية. احيانا بتبقى حريص جدا ومهووس انك انت تحقق الكمال في كل حاجة انت بتعملها. مشهور انك انت بتعرف تقدم حلول وجيد في ادارة المال. شخصية الانف اللحمية، شكل الانف اللحمي مع بروز الانف واسع وملحوظ، ده بيكشف انك انت شخص حذر وعاطفي وذكي. اينشتاين كان عنده شكل المناخير اللحمية. انت ممكن تكون كريم وحساس ولطيف وذكي وعملي. قوة الخيال والذكاء عندك عالية جدا، بتعرف كده توصل بسرعة لأي فكرة، وعندك قدرة انك انت تبعد عن الاستنتاجات اللي وصل لها اي حد قبلك. مش بتحب تكون نظرية او افتراض من غير حاجة قوية. في بعض الاوقات ممكن تكون متقلب المزاج، بتحب الاشياء زي ما هي بعيوبها واصالتها، ومش ممكن ابدا تلبس قناع. كمان مش بتفكر ولا حتى بتعيط على اللبن المسكوب. بتبص للحياة بنفس العقلية الإيجابية علشان خاطر الأمور الصغيرة كده ما تضايقكش. شخصية الأنف العقاب مع طرف الأنف المنحني ناحية الأسفل، فأنت شخص حساس وعاطفي. أنت قادر أنك أنت تفهم مشاعر الآخرين بشكل عميق وبتتعاطف معاهم بسهولة جدا. ميال أنك أنت تكون متواضع وملتزم بقيمك الخاصة وأخلاقك. تلاقي صعوبة أنك أنت تعبر عن مشاعرك بوضوح، وبتفضل انك انت تحتفظ بيها لنفسك. ممكن تكون حساس للانتقادات وبتاخدها فعلا بجد. لما بتحس بالحزن بتاخد بعضك كده وترجع خطوة لورا وتبعد عن الناس. بتهتم قوي بالعلاقات العاطفية وبتعمل أقصى ما عندك علشان تحافظ على السلام والانسجام في العلاقات. عندك حس رائع للفن والجمال. بتقدر قوي الجوانب الرومانسية في الحياة. بتحب الاسترخاء والتأمل والهدوء، أكيد طبعا الطبيعة. شخصية الأنف صغيرة الحجم مع نهاية مستديرة ومدورة. خصوصا بقى النساء اللي واخدة شكل الأنف ده بتبقى حنونة ومتفائلة ومحبة وطيبة، ومع ده عندهم كده طبيعة مزاجية بيتميزوا بيها. في العموم بقى انت شخص بتدي البهجة في اي مكان، بطاقتك الدافية والمحبة. انت مخطط دقيق على الرغم انك انت معظم قراراتك بتاخدها باحساسك او بحستك السادسة. ساعات بيبان عليك انك انت عنيد زي الاطفال علشان خاطر تاخد اللي انت عاوزه. انت اجتماعي وفرفوش. عندك طبع سيء جدا لما بتزعل وبتغضب وتتضايق، ووقتها بتوقع نفسك في مشاكل. ساعات بتحس انك انت مش مرتاح لما بتبقى وسط اشخاص عنيدة اللي هم مش بيستسلموا لمشاعرك العاطفية بسهولة. شخصية الانف المنحني شبه منقار الصقر في نصه ومايل شوية. انت شخص بتحب تعيش حياتك على طريقتك الخاصة. انت واثق جدا وممكن يبان عليك ساعات انك انت مغرور ومتعجرف. انت بتحب تحس باهميتك واحترامك. عندك قواعدك الخاصة اللي انت ماشي عليها. في الغالب بتتجاهل المعايير اللي حددها المجتمع. انت مش بتحب تمشي في نفس الاتجاه اللي ماشي فيه كل الناس. بتروح لطرق غير مكتشفة. مستحيل ابدا حد يأثر عليك بسهولة. انت مش بتخاف من المخاطر وبتعبر عن رأيك. بتستغل الفرصة بسرعة وبتحول اي موقف لمصلحتك انت. انت كمان ممكن تكون مدير جيد وملتزم جدا بمهنتك او اي مشروع انت بتعمله. عندك القدرة انك انت تقود الناس وتساعدها. ثقتك هي اللي بتخليك جذاب جدا. كمان انت مش بتسامح مع السلوك السيء او المعاملة السيئة مع اي شخص. قولولي في الكومنتات صح ولا غلط.